مساء الخير. استاذ خياط، ايه ازيك يا الاخبار؟ مؤمن؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. بقى بتعالوا لي عليها. خد نفسك الاول يا عم بس وريني، اتفضل. عايز اتفرج. في ناس بيضحك عليها بسهوله لما تيجي تشتري، وممكن يتدبسوا في منتجات مش اصليه او حتى ما عليهاش ضمان اصلا، ولما بتظهر الاعطال هنا بتبدا المشاكل. النهارده بقى في الفيديو ده هكلمكم عن تفاصيل الحوار ده بالتفصيل، وكمان هجرب حاجه جديده هتعجب قوي الناس اللي بتحب العربيات، فتابعوا معايا. ده السيت اب بتاع لوجيتك. دي جي 29، دي سماعات لوجيتك زد 407. طب ما تقعد تجرب وتقول رايك بعد ما تجرب، هي حلوه قوي والمابا دي حلوه قوي. بقول لك ايه، ماشي بس خلاص خلينا ايه، خلينا دقيقه عشان ما نتاخرش. ايه رايك؟ لا جامده، وعايز اقول لك حاجه كمان. الدركسيون نفسه فيه فيدباك بيحصل لما تيجي تلف جامد، او لما تحس ان العجل بتاع العربيه بيتزحلق. ايوه فايبريشن. فبتحس بالفيدباك بتاع العجل في الدركسيون. دي حاجه موجوده في العربيات الغاليه اصلا، مش متوقع ان انا الاقيها في الجي 29 هنا. طب بقول لك ايه مشكله حوار الضمان اللي قلت لي عليها دي؟ مشكله الضمان ان في عميل اشترى منتج من على الماركت بليس وركنه وما استخدموش غير بعد شهر. حلو. جه يستخدمه بعد شهر لقى ان الماوس مش شغال. يعني هو سابه شهر ما استخدموش خالص؟ سابه شهر ما استخدموش، ما ماشي. فتحش المنتج، وجه بعد شهر يفتح المنتج لقى المنتج نفسه مش شغال. جه يشوف هو اشتراه من انهي سيلر من على الماركت بليس، ما بقاش عارف هو اشتراه من انهي سيلر. دخل على لوجيتك لقى اللوجيتك ما فيش غير 2 سيلر بيبيعوها على الماركت بليس. ماشي. مور شوبينج وسيلر تاني. فهو كلم مور شوبينج على اساس اللي هو اشترى المنتج ده من عند مور شوبينج. يعني هو فاكر ان هو مشتريه من مور هو شوبينج. مش عارف هو شاريه منين. تمام ماشي. هو دخل كلم مور شوبينج قال لهم انا شاري المنتج ده من عندكم. تمام. ما يعرفش ان احنا مور شوبينج كل منتجات لوجيتك عندنا جايه من الوكيل بالسيريال نمبر، السيريال نمبر موجود عندنا على السيستم. فبالتالي لما خدنا منه المنتج السيريال نمبر مش موجود عندنا على السيستم. بس حاولنا نحل له مشكله مع الوكيل عشان احنا موزع معتمد مع لوجيتك. حاولنا نحل له مشكله مع الوكيل لكن للاسف الوكيل رفض لان المنتج كان جاي جري. يعني ايه جراي طيب؟ يعني جاي من طريق تاني غير الوكيل. متهرب يعني. بالظبط كده. ايه اهم الحاجات اللي انا اخد بالي منها لما اجي اشتري اي منتج من اي محل بقى؟ اول حاجه تكون شاريه من الوكيل. حلو. ولو الوكيل بعيد عنك تكون شاريه من موزع معتمد. جميل. واهم حاجه تكون واخد فاتوره ضريبيه فيها السيريال نمبر بتاع المنتج اللي انت اشتريته. السيريال نمبر اللي مكتوب على المنتج يبقى مكتوب في الفاتوره. طب بقول لك ايه، هل في بقى منتج من المنتجات بتاعت لوجيتك دي عليها عروض دلوقتي ولا ايه؟ معظم منتجات لوجيتك عليها عروض، واحنا أوكي. كمان عشان موزع معتمد لوجيتك عندنا ضمان 2 سنين استبدال ضد عيوب الصناعه. طب لو انا مش موجود في القاهره؟ ممكن تطلب اونلاين من الموقع يوصل لك في اي محافظه في مصر. انا ممكن اعمل سيت اب زي ده في البيت عندي؟ ممكن تعمل سيت اب طبعا زي البيت عندنا، بس انا اتاكد لك الكرسي يبقى موجود ولا لا. احمد الاستاذ عايز يعمل سيت اب زي ده بلوجيتك، الكرسي موجود؟ كل حاجه موجوده عندنا، بس الكرسي ده يعني ثمنه غالي، وده جاي مخصوص لمور شوبينج. هو جاي من اسبانيا ومن بره، ويكلفهم شحن وجمارك كتير جدا. يعني محتاج كتير قوي قرض. يعني؟ انت محتاج قرض عشان تدفع للشحن والجمارك. طيب ماشي، يبقى املي عيني منه بقى هنا وخلاص. يعني اي حد ممكن يجي يجربه هنا عادي فور فري؟ اي حد يقدر يجي يجربه ويستخدمه. اوكي. فيديو سريع ومختلف، بس الاهم بالنسبه لي انك لو هتشتري حاجه اشتريها بضمان من الموزع المعتمد او حتى من الوكيل عشان تضمن حقك لو لا قدر الله ظهر فيها اي مشكله. يلا سلام.